السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناتي مطبخنا ديال بلوزي. الوصفه ديال اليوم غنشارك معكم البريوش او الفطائر حلوين بنكهه البرتقال. الصراحه كيجيو بناني وكيجيو رطبين وكيجيو مفشفشين. غندوز نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. غناخد العجانه او ممكن تعجنوا باليد. غادي ناخد 115 مليلتر ديال الحليب دافئ و115 مليلتر ديال الماء دافئ. خميره الحلويات 10 غرام، وغنضيف السكر 70 غرام وغنخلطوهم، وغادي نخليهم واحد 10 دقائق يتفاعلوا. من بعد ما تدوز 10 دقائق كيولي على هذا الشكل. داك السكر والحليب والماء وخميره الخبز كيتفاعلوا. دابا غنضيف بياض بيضتين، واصفر البيض غادي نخليوه به. غادي ندهنوا البريوش ديالنا او الفطائر ديالنا. واحد سكر الفاني من حجم 8 غرام. غنضيفوا 90 مليلتر ديال عصير البرتقال، وغنضيفوا قشره برتقاله محكوكه. وغنضيفوا 600 غرام ديال الدقيق. ممكن الدقيق تضيفوا شويه بشويه من الاحسن لان العجينه كتجي مطلوقه. وغنضيف خميره الحلويات من حجم 8 غرام وغنعجنوه. من بعد ما تجمع لينا العجينه غنضيفوا ملعقه صغيره ديال الملحه. علاش كنخليو الملحه في الاخر؟ الا درناها في الاول كتخسر لينا الخميره. ونكملوا نعجنوا العجينه كي كتشوفوا كتجي مطلوقه. دابا غنضيفوا الزبده 80 غرام بحراره المطبخ، وغنكملوا نعجنوا مره اخرى. ندخلوا داك الزبده في العجين صافي حتى كتعجن لينا العجينه، كتكون مطلوقه كتلصق في اليدين. ديما كنعاونوا بالزيت. غادي ناخذ واحد الانيه غندهنها بالزيت وغندير فيها البريوش يخمر. ديما كنعاون يدي بالزيت لان العجينه كتلصق كتجي مطلوقه في القوام ديالها. دهنوها شويه بالزيت من الفوق وغادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليوها تخمر. من بعد ما تخمر لينا العجينه غندهنوا سطح العمل شويه بالزيت. وغادي نبداو نشكلوهم كويرات. غندير فيهم 97 غرام في كل وحده. ولكن ممكن ديروا اقل بالنسبه لهذيك اللي الشكل ديالها بحال الضفيره. هذيك من الاحسن خليوها 97 غرام. اما الاخرين اللي دايرين بحال الشكل ديال الباكيتات صغارين هذيك ممكن ديروا فيها 80 60 غرام ماشي مشكل. غنوري لكم الاول هذا الشكل ساهل. غندير نبسطو شويه نديرو بشويه ديال الزيت الا كتلصق لينا العجينه، يعني الزيت غير الحاجه الا محتاجينها. صافي هذا الشكل يعني ساهل. وغنبداو نلصقوهم مزيان باش ما يتحلوش لينا. وكندير فيهم الشكلاط. ممكن كاع ما ديروش فيهم الشكلاط، ممكن تخليوهم هكذاك. ممكن ديروا فيهم اي حشوه بغيتو، ديروا الكونفيتير ديروا اي حاجه صافي. ونحطوها في الصينيه اللي غندخلوها للفران. بالنسبه للشكل الاخر غنشكلوهم الاول حرابل على هذا الشكل.
كما كتشوفوا في الفيديو، ونبداو نلصقو مزيان ونحطوهم جانبا. غنشكلهم الاول كاملين على هذا الشكل، كنبسط شويه او كنقرص ونبدا نلوي على هذا الشكل بحال اللي كنديروا الباغيت. ونحطو جانبا. دابا غادي نديرو الشكل ديال الضفيره. غادي نحاولوا شويه بالدقيق، دابا ما نديروش الزيت، ملي غنبدا نشكلوهم يعني هذا الشكل اللي كنحتاج الدقيق. غنبداو نحربلو وغنبداو نديرو داك الشكل ديال الضفيره. هاد الطريقه راها ساهله، كلشي كيبان في الفيديو، واخا الا ما هضرتش يعني كيبان في الفيديو. شوفوا كنجبدو داك الجهه، من بعد كنهز الجهه الاخرى كندخلها هك كما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نلويو. ماشي ضروري يكون في هذيك الجهه اللي درت فيها، ماشي الجهه الاخرى. صافي وكندخلو كنبداو نلصقو من التحت. كيجي الشكل ديالها هكذاك بلا ما نديرو 3 ديال الحرابيل ونبداو نضفروهم. غنوري لكم مره اخرى. الطريقه راها ساهله والفيديو كيوضح كل شيء. ونلصقوها هكذا على هذا الشكل تحت، وكيجي الشكل ديالها هكذاك. ونحطوهم في الصينيه ونكملوا بنفس الطريقه. غادي نعاود لكم الطريقه، الصراحه راها ساهله. صافي من بعد ما نكملوهم غادي نخليوهم يخمروا مره اخرى. هنايا شعلت الفران على 180 درجه. من بعد ما يخمروا غادي ناخذ داك اصفر البيض وغادي ندهنهم باصفر البيض. هادو اللي صوبتهم الاول هادو هما اللي غندخلهم الفران الاول، وغادي ندير عليهم اللوز فيلي وندخلهم الفران 20 دقيقه حتى تشوفوهم تحمروا وتخرجوهم. دابا غندوز للاخرين عاوتاني غندهنهم باصفر البيض وغندير عليهم اللوز فيلي. غادي ندخل هادو دابا للفران وغادي نخرج الاخرين من الفران. شوفوا الشكل ديالهم. هذا هو الشكل ديال اللي درتهم في الاول. شوفوا كيفاش كيجيو. منين خليتهم يخمروا التخميره الثانيه خليهم غير 20 دقيقه هكذاك، غير 20 دقيقه حتى على حسب حراره ديال المطبخ ديالكم. صافي وغادي نبدا درت عليهم السكر كلاصي من الفوق وغادي نزينهم بالشوكولات. من بعد ما خرجت الاخرين من الفران هادو غندهنهم بالناباج او الكونفيتير اللي متوفر عندكم. كنبقى ندهنهم غير بشويه باش ما يتحيدش ليا داك اللوز فيلي. صافي وغادي نحطهم في الطبق ديال التقديم او الصينيه اللي غنقدموا فيها البريوش ديالنا. كيجي على هذا الشكل. شوفوا الشكل ديالهم كيجي زوين. اما المذاق بلا ما نقول لكم، وكيجيو رطبين وكيجيو صراحه بحال القطن. غنحل لكم وتشوفوا. شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. الصراحه كيجيو رائعين، كيجيو في المذاق، كيجيو في الشكل ديالهم، كيجيو بحال القطن في الداخل.
دابا غنحل لكم وحده من هادوك اللي درتهم اللي درت فيهم الشوكولات في الداخل. كي قلت لكم ممكن ديروا فيهم في الداخل اي حاجه، يعني اي حاجه متوفره في الدار، الكونفيتير، الشوكولات، كاينه الكريمه ديال البندق، بزاف ديال الاختيارات. غنحل عاوتاني هادي، شوفوا كيفاش كتجيب الشوكولات في الداخل. حتى هاد الشكل كيجي الصراحه زوين الشكل ديالهم. شوفوا كيفاش كيجيو رطبين. هذه هي الوصفة ديال اليوم، الصراحة راه كتستحق التجربة، وحسن من ديال المخبزات إلا جربتوهم أنا متأكدة غيعجبوكم. وشكرا مرة أخرى، مع وصفة جديدة، فيديو جديد، مع السلامة.